السلام عليكم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا ومرحبا بكم في أول فيديو في سلسلة جديدة إن شاء الله هنتكلم فيها عن الأوتوميشن وخصوصا ال AI Automation باستخدام N8N. في السلسلة دي إن شاء الله مش لازم يكون عندك خبرة أو خلفية عن أي حاجة خالص. هنبدأ from scratch من البداية خالص، نفهم الفكرة الأول، وبعد كده واحدة واحدة بنبدأ نطبّق بإيدينا ونبني work flow حقيقية. فخلّينا في فيديو النهارده نبدأ بأهم سؤال، يعني إيه automation أصلًا؟ ببساطة كلمة automation معناها إن نخلّي الكمبيوتر أو النظام ينفّذ مجموعة من المهام بشكل تلقائي، بدل ما الإنسان يفضل يعمل نفس الخطوات يدويًا كل مرة. تعالَ ناخد مثال بسيط جدًا. افترض إن عندك شخص بيشتغل في شركة، وكل يوم بيوصله مجموعة من الإيميلز. كل مرة بيوصله إيميل بيعمل نفس الخطوات، يفتح الرسالة، يقرأ البيانات، ياخد منها معلومات معينة، يسجل المعلومات دي في جوجل شيت وبعدها يبعت رسالة للشخص المسؤول. لو الموضوع بيحصل مرة أو اتنين في اليوم ده عادي جدا، لكن لو الموضوع بيحصل 100 مرة، هنا بنبدأ نضيع وقت ومجهود في حاجة أصلا متكررة. فبدل ما الإنسان يعمل الخطوات دي واحدة واحدة، نقدر نعمل سيستم نقول له كل ما يوصلك إيميل جديد خد البيانات منه، بعد كده سجلها في جوجل شيت، وبعدها ابعت نوتيفيكيشن للشخص المسؤول، وهنا النظام يبدأ ينفذ الخطوات دي اوتوماتيك. وكلمة اوتوميشن جاية من كلمة اوتوماتيك، وده ببساطة جدا هو مفهوم الاوتوميشن. الاوتوميشن هو عبارة عن تنفيذ مهام متكررة بشكل تلقائي بدل تنفيذها يدويا كل مرة. وطبعًا الموضوع مش مقتصر على الإيميلات بس، ممكن نعمل automation في حاجات كتير جدًا، زي لمّا حد يملى Google form البيانات تتسجل تلقائي في database عندي، أو لمّا عميل جديد يسجل يتبعت له إيميل ترحيبي، وغيرها كتير من الحاجات دي. تعالَ أقول لك بقى الconcept الثابت عندنا في الموضوع ده أصلًا هو كالآتي: event بيحصل، بعدين السيستم بياخده، بعدين يحصل action يرد عليه ويبعته automatic. ده بياخدنا لمصطلح مهم جدًا اسمه الwork flow. طب يعني إيه الwork flow؟ الwork flow ببساطة هو مجموعة من الخطوات المرتبة اللي بنمشي فيها عشان نوصل لنتيجة معينة. تعال نفترض عندنا work flow بسيطة جدًا. أول حاجة إيميل بيوصل لنا، تاني حاجة ناخد منه البيانات، نسجل البيانات في جوجل شيت، نبعت notification إن الموضوع ده خلص. إذًا عندنا هنا سلسلة من الخطوات، السلسلة دي كلها مع بعض اسمها إيه؟ work flow. تاني مصطلح مهم عندنا جدًا ألا هو الtrigger. الtrigger هو الحاجة اللي بتقول للwork flow يالّا ابدأ اشتغل، يعني ببساطة هو البداية. تخيل إنك عامل automation عشان أول ما توصلك رسالة على الإيميل تعمل حاجة معينة. ببساطة الtrigger هو الحدث اللي بيبدأ الwork flow، يعني هو الحاجة اللي بتحصل الأول بعدها الautomation تقول تمام حصل حدث، دلوقتي ابدأ نفذ الباقي. وأبسط مثال ممكن نستخدمه لو أنا عامل automation عبارة عن أول ما يوصلني إيميل جديد خد منه اسم الشخص وسجله في جوجل شيت، هنا وصول الإيميل هو التريجر وبعده تبدأ باقي الخطوات. بعد ما التريجر بيبدأ الورك فلو بيجي بقى الخطوات اللي احنا عايزين النظام يعملها. يعني مثلا حد بعت إيميل فناخد منه البيانات ويسجلها في جوجل شيت، بعدين يبعت لي رسالة. الخطوات دي كلها اسمها أكشن. طب فين بقى ممكن حد يقول لي فين بقى جزء ال AI في الموضوع؟ الأوتوميشن العادي بيخلي الكمبيوتر ينفذ خطوات محددة، لكن ال AI بيخليه يفهم حاجات أكتر. مثال مثلا لو عميل بعت رسالة ممكن ال AI يقرأها ويعرف هل العميل بيسأل سؤال ولا عنده مشكلة ولا محتاج مساعدة، وبناء على ده النظام بيحدد هيعمل إيه بالظبط، وده اللي بنسميه ال AI Automation. طب ممكن حد يقول لي إحنا هنستخدم إيه عشان نعمل كل الكلام ده؟ هنا بيجي دور N8N. ببساطة جدًا N8N هي أداة بنوصّل فيها الخدمات ببعض ونخلّيها تشتغل مع بعض تلقائي. تعالوا ناخد مثال مع بعض. أنا دلوقتي وصلني إيميل، فالAI يبدأ يفهمه، وبعدها البيانات تتسجل تلقائي، وده هو الموضوع كله ببساطة. إحنا في السلسلة دي هنبدأ من الصفر ونفهم كل جزء واحدة واحدة، وبعدها نبدأ نعمل automation بنفسنا باستخدام N8N. وده كان أول فيديو في بداية السلسلة، وفي الفيديو الجاي إن شاء الله هنبدأ نطبق مع بعض step by step ونبدأ نفهم كل حاجة واحدة واحدة وبطريقة سهلة وبسيطة. ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.